حلقة النهاردة بتتكلم عن حاجة من أغرب الحاجات اللي تم اكتشافها سنة 1980. وكان عبارة عن أحجار ضخمة من الجرانيت، طول الواحد منها 6 متر ووزنها 108 كيلو جرام تقريبا، في مدينة ألبرت بولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب يا ترى إيه الغريب في النصب ده أو في الأحجار دي؟ تعال أقول لك بقى الغريب فيها إيه. في يونيو سنة 1979 اتصل راجل كان بيستخدم اسم مستعار اسمه روبرت سي كريستيان بشركة ألبرتون لأعمال الجرانيت، نيابة عن مجموعة صغيرة قال إن اسمهم الأمريكان المخلصين، وكلف الشركة دي ببناء النصب التذكاري ده. قال كريستيان، وهو شخصية مش معروفة لحد دلوقتي، إن الألواح ديتي هتفيد البشرية بعد ما ينتهي العالم زي ما احنا عارفين، سواء نتيجة حرب بيولوجية أو نووية أو انهيار اقتصادي، وإن فايدتها إن هي هتعرف الناس اللي هتنجو من نهاية العالم ده على حسب كلامه 3 حاجات: الساعة والبوصلة والتاريخ. وطلب إن الألواح دي تكون قادرة إن هي تتحمل كل الكوارث الطبيعية أيا كانت. طبعا الشركة افتكرت إن ده شخص داخل يهزر ويستخف دمه وخلاص. بس طبعا زي أي خدمة عملاء ما ينفعش تقفل في وش العميل، ولازم المكالمة تتم للآخر. رئيس الشركة واسمه جو فيندلي حب يشوف إيه آخرة الراجل ده، فقال إن عملية بناء الألواح دي اللي هو طلبها هتاخد وقت طويل، وكمان هتكلف مبالغ كبيرة. وفضل يعلي في السعر بتاعه ويعلي في بتاع الألواح لحد ما وصل الرقم الشركة نفسها عمرها ما عملت أي حاجة بالمبلغ ده. والغريب إن كريستيان وافق في كل مرة السعر كان بيترفع فيه، وقال إن هو واحد من ضمن مجموعة بتفكر في النصب التذكاري ده من حوالي 20 سنة. وبعت لهم نموذج النصب و10 صفحات من المواصفات المطلوبة، واشترى كمان الأرض اللي بتبلغ مساحتها 5 فدادين من صاحبها المزارع واين مولينكس، وكمان اداله حرية رعي الغنم بتاعه في الأرض دي حوالين النصب مدى الحياة. برضه لحد دلوقتي معرفناش ايه الغريب في الألواح دي. جاي لك أنا في الكلام اهو. الألواح دي يا سيدي كانت منقوش عليها 10 وصايا بكذا لغة: الإنجليزية، الإسبانية، السواحلية، العربية، العبرية، الهندية، الصينية، الروسية، في كل جنب من جوانب الألواح. طب يا ترى إيه الوصايا دي؟ أقول لك بقى يا سيدي. أول حاجة: أبقوا عدد الجنس البشري أقل من 500 مليون نسمة ليكون في توازن دائم مع الطبيعة. 2. وجهوا التناسل البشري مع العمل على اللياقة البدنية والتنوع. 3. وحدوا الجنس البشري بلغة جديدة معاصرة. 4. تحكموا بالعاطفة وبالعقيدة وبالتقاليد وبجميع الأشياء بمنطق معتدل. 5. احموا الناس والدول بواسطة قوانين عادلة ومحاكم منصفة. 6. اتركوا الدول تحكم داخليا مع تصفية النزاعات الخارجية في محكمة لجميع العالم. 7. تخلصوا من القوانين التافهة ومن الموظفين عديم الفائدة. 8. وازنوا ما بين الحقوق الشخصية والواجبات الاجتماعية. 9. شجعوا الحقيقة، الجمال، الحب لإيجاد الانسجام البشري المطلق. 10. لا تكونوا سرطانا فوق الأرض، وأفسحوا مجالا للطبيعة، أفسحوا مجالا للطبيعة. دي كانت ال10 وصايا اللي مكتوبة على الألواح، وتحط جنب الألواح دي لوح مكتوب عليه معلومات عن النصب وتوقيع كريستيان. وعلى جوانب الألواح اترجمت الوصايا بلغات قديمة كمان تانية غير اللي احنا قلناها، اللي هي الفرعونية والسنكسترية والبابلية واليونانية. واتكتب كمان ملحوظة غريبة عن وجود كبسولة زمنية تحت النصب ده هتفتح في الوقت المناسب.
السلطات الأمريكية حاولت إن هي تحفر جنب النصب ده بعمق 6 متر علشان يشوفوا إيه الكبسولة الزمنية اللي مكتوب عنها دي، لكن ما لقيوش أي حاجة خالص. النصب ده اتعرض لكذا محاولة تخريب، اتكتب عليه بالبوية. الناس اعتقدت إن النصب ده من أعمال شيطانية، وإن اللي وراه ده خراب كتير هيحصل، وحتى أصلا من فترة قريبة اتعرض للتفجير. والصورة اللي قدامكم هي صورة نصب واحد منهم وهو متفجر من شخص مجهول، ومحدش يعرف مين هو ده اللي فجره لحد النهاردة. وهيفضل النصب التذكاري ده لغز غريب من بداية بنائه لحد ما اتفجر من وقت قريب. لا حد عارف اتبنى ليه، ولا مين اللي وراه، ولا ايه الكلام اللي عليه ده، ولا مين اللي فجره وليه. وفي نهاية الفيديو رأيك يهمني، ولو عجبك الفيديو أرجو إن أنت تدعمنا باللايك والاشتراك والتعليق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم أحمد حمدي.